والحبشة تهددنا بمنع مياه النيل. الروس في الحبشة يحاولون ان يقيموا سدا على بحر تال وعلى النيل الازرق الذي يستمد منه نيلنا ماءه بنسبة 85%. يجب على الامة العربية ان تستيقظ لما يدور حولها. يجب ان نعلم ان حدودنا الغربية مهددة، وحدودنا الشرقية في سيناء مهددة، وحدودنا الجنوبية على حدود السودان والحبشة مهددة. ان لم نتزاحف فسوف تأكلنا الذئاب. حتى مياه النيل سيقيمون عليها سدودا منيع. الاسلام حارب. اللهم لا تمكن اسرائيل من قطرة ماء من نيلنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من مياه نيلنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من مياه نيلنا، واجعل ماء النيل مباركا لصحرائنا. اللهم خطر ارضنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وارفع مقتك وغضبك عنا.